قصة منافسة بي ام دبليو ومرسيدس هي قصة ممتدة بقالها أكتر من 100 سنة، ورغم إن المنافسة شريفة بس كان دايما كده في النص حركات نص كم. ودي رابع حلقات حكايات عربيات مع صفا. المنافسه اللي بين بي ام دبليو ومرسيدس هي تعتبر اكبر منافسه موجوده في عالم العربيات، وده شيء منطقي جدا. البراندين من نفس البلد بيقدموا عربيات لوكسجري، وكل عربيه من هنا هتلاقيها ليها منافس صريح من هنا. واللي زود المنافسه دي واشعلها هم الناس نفسهم. اكتر سؤال منتشر في عالم العربيات مرسيدس ولا بي ام دبليو؟ زي في الكوره كده رونالدو ولا ميسي. يمكن في العربيات فيها وعليها، انما في الكوره محسومه للافضل في التاريخ كريستيانو رونالدو. سامحوني مش بقدر اخفي حبي للدول، بس لو فاكر ان المنافسه دي كانت بين الناس بس فانت غلطان. الشركتين كان بينهم مناوشات كتير وخناقات بالذات في الماركتنج كامبينز. بي ام دبليو السلوجان بتاعها ذا التيميت درايفنج ماشين، في رساله واضحه اللي احنا بنقدم افضل تجربه سواقه ممكن. ومرسيدس السلوجان بتاعها ذا بيست اور ناثينج، اللي هو احنا القمه احنا التوب. فبي ام دبليو بتحاول تقول ان هي بتقدم تجربه سواقه افضل من مرسيدس، ومرسيدس بتحاول تقول ان هي كده كده في التوب، وبي ام دبليو بتحاول توصل لمستواها. بس يمكن دي رساله مش مباشره، كان في حاجات اوضح من كده بكتير زي اللي هقولها لكم. مرسيدس انشأت قبل بي ام دبليو بحوالي 30 سنه، ففي الذكرى المئويه لبي ام دبليو مرسيدس بعتت لهم تهنئه، تقول والله شيء جميل. قالت لهم في التهنئه الف مبروك ومش عارف ايه، ال 30 سنه اللي قبلكم كانوا مملين. طبعا انت هتبص ممكن تاخدها انها حاجه كويسه، بس هم قصدهم ان هم البراند الاعرق والاقدم والاقوى. ممكن تقول لي دي برضه مش واضحه قوي، طب خد الاوضح. لما في 2019 رئيس مرسيدس تقاعد، مش عارف انطق اسمه بصراحه عشان بالالماني، بي ام دبليو نزلت له برضه زي تهنئه او احتفال بيه. قلنا برضه الله يا بي ام دبليو ايه الشياكه دي، وكان فيديو محترم وجميل وكله تمام. بس في اخر الفيديو جابوه نازل من عربيه بي ام دبليو في رساله ان حتى رئيس مرسيدس في النهايه اختار بي ام دبليو. لما مرسيدس نزلوا عربياتهم الاي كلاس والسي ال، بي ام دبليو اتريقت عليهم انهم نزلوا عربيات امامي، وكانوا شايفين ان السواقه يعني خلف، دفع خلفي يعني خليك محترم. والمفارقه ان بعدها بي ام دبليو نزلوا عربيات امامي عادي جدا، وكمان 3 سلندر يعني عكوا خالص. لكن رغم كل اللي قلته ده، مرسيدس وبي ام دبليو علاقتهم كانت برضه مبنيه على الاحترام المتبادل، وكل الهزار والنكش ده كان في نطاق الماركتنج كامبينز بس مش اكتر. ناس شيك ومحترمه، مش زي قصه خناقه لامبرجيني وفيراري اللي حكيتها لكم اللي كان فيها قله ادب. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفاصيف، هضطر نفسي اسالكم السؤال الشهير: مرسيدس ولا بي ام دبليو؟ انا عن نفسي مش هوريك. ولو عجبك الفيديو وبتحب سلسله حكايات العربيات فما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب، واستنوا ان شاء الله الفيديو الجاي.